السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال مس عايدة. أبطال الصف الأول الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات درس مصر تحت حكم الرومان. نقول أول سؤال معانا: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أي من الشخصيات التالية استطاع تولي عرش مصر الإمبراطورية الرومانية بجزئيها الشرقي والغربي؟ يبقى مين اللي تولى الجزئين؟ طبعا كان أكتافيوس بعد انتحار أنطونيوس. اهتم الرومان بصناعة ايه اللي بيستخدم بين كهنة مصر الفرعونية؟ طبعا نبات البردي. أي من حكام البطالمة التاليين شهد عهده علاقات ودية تجارية مزدهرة مع روما؟ لازم يكون من الملوك الأقوياء اللي كانوا في المرحلة الأولى. طبعا لازم يبقى بطلميوس الأول أو التاني أو التالت. طبعا معانا بطلميوس الثاني. ظهر الاختلاف بين حكم البطالمة وحكم الرومان. ايه الاختلاف ما بينهم؟ كان في التقسيم الإداري. شهدت السواحل الغربية لبلاد اليونان عام 31 معركة بحرية. طبعا كانت معركة أكتيوم، كانت بين أكتافيوس وأنطونيوس. نجحت روما في السيطرة على حوض البحر المتوسط باستيلائها. طبعا كملت الاستيلاء نجحت روما في السيطرة على حوض البحر المتوسط باستيلائها على مصر. أي من حكام روما التاليين شهدت البلاد بعد مقتله حربا أهليا؟ كان بعد يوليوس قيصر. احتلت الإسكندرية المركز الثاني بعد روما في الناحية الثقافية. ظهر امتزاج الطراز المعماري الشرقي والغربي خلال عهد الرومان في تشييد طبعا المعابد. تناقضت سياسة الرومان في مصر مع سياسة البطالمة، وظهر ذلك من خلال ايه اللي كان عكس بعض فيه؟ كان إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات. ظهرت العلاقات بين روما ودولة البطالمة بعد وفاة بطلميوس الأول اللي هو كان في مرحلة الملوك الأقوياء. بعد كده تاني حاجة اللي هي المرحلة التانية فرض الحماية. وقعت الجهة الغربية من الإمبراطورية الرومانية بعد تقسيمها تحت جهة. الجزء الغربي كان تحت إدارة أكتافيوس. ترتب على إقامة أنطونيوس لاحتفالات انتصاراته في مصر طبعا إعلان أكتافيوس الحرب ضده، اللي هو توتر العلاقات ما بينهم في البداية. ظهرت العلاقات بين روما ودولة البطالمة على شكل تدخل عسكري أثناء حكم، لازم يبقى آخر واحد اللي كان الملكة كليوباترا السبعة. يعد أكثر الفئات التي تأثرت سلبيا بسياسة الرومان الاقتصادية. أكتر حد تضرر من الموضوع ده هم الفلاحين. نتج عن معاملة الرومان السيئة للمصريين قيامهم بثورة. طبعا كانت الفلاحين والرعاة اللي هم الرعاة والمزارعين. احتلت المركز الأول في نشر فنون العلم والثقافة أثناء وقوع مصر تحت حكم الرومان. طبعا المركز الأول يبقى روما، أما لو قال لنا المركز الثاني يبقى الإسكندرية. استخدم أو اللي قبليها حرم الرومان مين من الاشتراك في حكم مصر؟ طبعا المصريين كانوا بيدفعوا ضرائب بس. استخدم الرومان اللغة ايه في الجيش؟ اللغة اللاتينية، أما لو قال لنا اللغة الرسمية هتبقى اليونانية. أصبحت مصر مزرعة لإيه تزود به روما أو تزود به روما لتوزعها على السكان؟ طبعا كان القمح. يعد من المنشآت المعمارية اللي أقامها الرومان كانت أقواس النصر، أما الباقيين دول كلهم منارة الإسكندرية والمكتبة كانت البطالمة. أكمل الجدول الآتي: معركة أكتيوم البحرية أطرافها كانت أكتافيوس ضد أنطونيوس وكليوباترا السبعة. أسبابها توتر العلاقات بين أنطونيوس وأكتافيوس، والمفروض في سببين بسبب توتر العلاقات، ليها سببين بس احنا عشان المكان مش كتبناهم. اللي هو لو هنقولهم هنقول بسبب زواج أنطونيوس من كليوباترا وإهداء لها ولأبنائها بعض الأقاليم التي فتحها في الشرق. 2. احتفال أنطونيوس بانتصاراته في مصر وليس في روما. نتائجها انتصار أكتافيوس، انتحار أنطونيوس وتبعته كليوباترا السبعة. رقم 3. أصبحت مصر ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد.
كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ مع التصويب. بدأت العلاقة بين الرومان والبطالمة مع ضعف الدولة البطلمية. طبعا خطأ. طبعا لما بدأت العلاقات ما بينهم بدأت مش مع ضعف، مع مرحلة القوة اللي هي المرحلة الأولى. تغيرت اللغة الرسمية في مصر أثناء حكم الرومان. طبعا خطأ. لم تتغير، فضلت زي ما هي اللغة اليونانية. تمتع الإغريق ببعض الامتيازات كالإعفاء من دفع الضرائب. صح. استمرت الرسوم الجمركية التي فرضها البطالمة على الواردات. خطأ. هنا هنقول استمرت، هنقول ألغيت. كان موقف الرومان من الصناعة في مصر عكس موقف البطالمة منها. صح. مرت روما بحالة من عدم الاستقرار والانقسامات بعد وفاة يوليوس قيصر. صح. فشل القائد أنطونيوس في توسيع ممتلكاته شرقا. لا طبعا. ماشي، يبقى نجح لأنه كان بيوسع، بدليل إن هو كان بيهدي كليوباترا وولادها بعض الحاجات اللي ضمها لحكمه أو بعض الدول. استكملت روما سيطرتها على البحر المتوسط بسيطرة أكتافيوس على مصر. صح. انطفأت شعلة الحضارة في الإسكندرية بعد احتلال الرومان لها. خطأ. ده استمرت. حافظ الرومان على النظام الإداري البطلمي والفرعوني في مصر. غلط، لأن هما هنقول طبعا مش استمر، هنقول قاموا بتقسيم مصر إلى 3 أقسام. قام الرومان بإلغاء نظام الاحتكار على كل أنواع الصناعة. هو غلط، هم ألغوا الاحتكار بس مش على كل الأنواع، هنقول باستثناء الصناعات الأساسية. كانت العلاقات قوية بين البطالمة والإمبراطورية الرومانية في المرحلة الأولى. صح. وقعت معركة أكتيوم البحرية على السواحل الغربية لبلاد اليونان. صح. انتصر أنطونيوس على أكتافيوس في معركة أكتيوم. خطأ، المفروض العكس، دي هنعملها أكتافيوس وأكتافيوس هتعملها أنطونيوس. أصبحت مصر ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد. صح. احتلت الإسكندرية المركز الأول. خطأ، يا هنشيل الأول ونعملها الثاني أو هنشيل الإسكندرية ونعملها روما. من أكون شهدت روما بعد مقتل حربا أهليا. ده كان طبعا الملك يوليوس قيصر. حكمت القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية أنطونيوس. آخر حكام دولة البطالمة كليوباترا السبعة. تزوجت من القائد الروماني أنطونيوس، برضو كانت كليوباترا السبعة زيها. انتصرت في معركة أكتيوم البحرية، ده طبعا أكتافيوس. بما تفسر، فرض الرومان الحماية على مصر خلال عصر البطالمة بسبب ضعف دولة البطالمة واعتبار روما القوة العظمى في العالم. 2. تفوق اليهود في الامتيازات الأجنبية عن المصريين أثناء حكم الرومان بسبب قرب اليهود من المستعمر الروماني. ارتفاع مكانة الإسكندرية كميناء تجاري مهم
بسبب الازدهار التجاري الذي عم الإمبراطورية الرومانية ورواج التجارة. تطور أحوال الصانع المصري في حكم الرومان بسبب: 1. تطور أحوال الصانع المصري في عهد حكم الرومان بسبب التطور الصناعي الكبير الذي شهدته مصر خلال حكم الرومان، وكانت الإسكندرية مركز الصناعة في مصر. رقم 2 كاتباها فوق: عدم اتباع الرومان نظام الاحتكار في الصناعة. توتر العلاقات بين القائدين أنطونيوس وأكتافيوس بسبب زواج أنطونيوس من كليوباترا السبعة وإهداؤه لها ولأبنائها بعض الأقاليم التي فتحها في الشرق. 2. احتفال أنطونيوس بانتصاراته في مصر وليس في روما. رواج التجارة الداخلية والخارجية لمصر أثناء حكم الرومان بسبب استقرار الأمن. إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات. 3. ارتفاع مكانة الإسكندرية كميناء تجاري مهم. ما النتائج التي ترتبت على مقتل يوليوس قيصر؟ أدى ذلك إلى قيام حرب أهلية في روما انتهت بالاتفاق بين قواده أنطونيوس وأكتافيوس على تقسيم الإمبراطورية الرومانية بينهما. رقم 2. توتر العلاقة بين أكتافيوس وأنطونيوس أدى ذلك إلى إعلان أكتافيوس الحرب على أنطونيوس وكليوباترا ووقوع معركة أكتيوم البحرية. 3. معركة أكتيوم البحرية عام 31 قبل الميلاد أدى إلى انتصار أكتافيوس، انتحار أنطونيوس وكليوباترا، وأصبحت مصر ولاية رومانية. 4. سوء معاملة الرومان للمصريين أثناء حكمهم للبلاد أدى ذلك إلى كراهية المصريين للرومان وقاموا بالثورات ضدهم مثل ثورة الفلاحين والرعاة. 5. إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات في مصر أثناء حكم الرومان أدى ذلك إلى ازدهار التجارة الخارجية والداخلية في مصر. ماذا يحدث إذا لم ينتصر أكتافيوس على أنطونيوس في معركة أكتيوم البحرية؟ 1. لم ينتحر أنطونيوس وكليوباترا، ولم تصبح مصر ولاية رومانية، ولم تنتهي دولة البطالمة. أيد بالأدلة التاريخية صحة كل عبارة مما يأتي. مرت العلاقات بين دولة البطالمة في مصر والإمبراطورية الرومانية بعدة مراحل. المرحلة الأولى علاقة ود وتبادل تجاري. 2. مرحلة فرض الحماية. 3. تدخل سياسي واحتلال عسكري عام 30 قبل الميلاد. 2. كان المجتمع المصري أثناء حكم الرومان مجتمعا طبقيا، طبعا عشان المكان والكتابة كتير فهنشوفها في الكتاب. الطبقة الأولى طبقة الرومان، وهي الطبقة العليا وكان عددهم قليل وتولوا جميع الوظائف. الطبقة الثانية طبقة الإغريق وحصلوا على بعض الامتيازات كالعفو من دفع الضرائب. الطبقة الثالثة طبقة اليهود حصلوا على بعض الامتيازات نتيجة تقربهم من المستعمرين الرومان. الطبقة الرابعة طبقة المصريين وكانوا يعاملون معاملة سيئة مما أثار كراهيتهم للرومان وقاموا بالعديد من الثورات مثل ثورة الرعاة والفلاحين. تمتعت مصر بمكانة متميزة كولاية رومانية، هنقول حيث خضعت لإشراف أكتافيوس مباشرة. 4. سكنت مصر في عهد الرومان عناصر وأجناس متعددة، حيث سكن مصر كلا من الإغريق واليهود بالإضافة للرومان والمصريين. 5. كانت سياسة الرومان الاقتصادية في مصر صورة من صور الاستغلال الاقتصادي، حيث أصبحت مصر في عهد الرومان مزرعة للقمح تزود بها روما لتوزيعه على سكانها كسبا لتأييدهم. 6. لم يستسلم الشعب المصري لظلم الرومان، حيث قاموا بالعديد من الثورات مثل ثورة الرعاة والفلاحين في القرن الثاني الميلادي. 7. اختلفت نظرة الرومان عن البطالمة تجاه الصناعة المصرية. الإجابة: لم يتبعوا نظام الاحتكار في الصناعة، طبعا زي ما عمل مين؟ البطالمة، بل تركوها في أيدي الأفراد
باستثناء بعض الصناعات الأساسية. 8. اهتمام الرومان أثناء حكمهم لمصر بمشروعات الري، حيث قاموا بإصلاح شبكات الري، تطهير الترع والمصارف، إعادة بناء الجسور. 9. كراهية المصريين للمستعمر الروماني، حيث كانوا 9. كراهية المصريين للمستعمر الروماني، حيث كان المصريين يعاملون معاملة سيئة من الإدارة الرومانية. 10. تأثر الرومان بالعمارة المصرية القديمة، حيث قام الرومان بتشييد العديد من المعابد بعضها على الطراز المصري. 11. كانت مدينة الإسكندرية مركز للإبداع والتطور في العلوم المختلفة أثناء حكم الرومان لمصر. طبعا الإسكندرية ومكانتها الثقافية كتير، فهنشوفها مع بعض في الكتاب. 1. احتلت مدينة الإسكندرية المركز الثاني بعد روما في ألف مجال نشر فنون العلم والثقافة المختلفة مثل الطب والجراحة والهندسة والفلك والتاريخ والجغرافيا والفن. باء إقامة المسارح والاحتفالات الدينية. 2. استمرت مدينة الإسكندرية تستضيف العلماء لإجراء البحوث في فروع العلم المختلفة. قارن بين نظام الحكم والإدارة في مصر أثناء حكم البطالمة وأثناء حكم الرومان. نشوف أثناء حكم البطالمة الأول. حكموا مصر على أساس الحكم المطلق، حيث اعتبر الملك البطلمي نفسه ملكا فرعونا وإله. 2. اعتمدوا على الإغريق في تولي المناصب المهمة. نشوف الرومان. خضعت مصر مباشرة لإشراف أكتافيوس. 2. وضعوا حاميات عسكرية للدفاع عن البلاد. 3. حرموا المصريين من الاشتراك في حكم البلاد. 2. قارن ما بين الزراعة والصناعة في عصر البطالمة وفي عصر الرومان. طبعا دي عندنا كتير ومش هيكفلها مكان خالص، فهوريها لكم في الكتاب عشان نذاكرها مع بعض. نقول الأول عصر البطالمة. الزراعة في عهد البطالمة. 1. قاموا بإصلاح نظم الري، شقوا الترع والقنوات، أقاموا الجسور وأدخلوا أدوات ري جديدة مثل الساقية. 2. أدخلوا زراعة عدد من الأشجار المثمرة زي الزيتون والتفاح والرمان. 3. استيراد سلالات جديدة من الحيوانات. نشوف الصناعة في عهد البطالمة. 1. اعتبر الملك البطلمي نفسه الصانع الأول، حيث احتكرت الدولة بعض الصناعات مثل صناعة الزيوت والمنسوجات خاصة الكتان. ازدهرت صناعات أخرى مثل الورق والزجاج والعطور والحلي. شوف بقى الزراعة والصناعة في عهد الرومان. الزراعة في عهد الرومان اهتموا بشؤون الري، فقاموا بإصلاح شبكات الري، تطهير الترع والمصارف، وإعادة بناء الجسور. في الصناعة تطورت تطور كبير، فكانت مدينة الإسكندرية مركز الصناعة في مصر. 2. لم يتبع الرومان نظام الاحتكار كما فعل البطالمة، بل تركوها في أيدي الأفراد باستثناء بعض الصناعات، ومن أهم الصناعات النسيج والزجاج والبردي والعطور. أسئلة التميز. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. توضح الصورة التي أمامك شكل من أشكال المنشآت الرومانية في مصر. طبعا ده المسرح الروماني، يبقى المسارح. أصبحت سلطة القرار والحكم لمصر أثناء الحكم الروماني صادرة من مدينة، طبعا العاصمة كانت روما. تشابهت الإمبراطورية الرومانية بعد مقتل يوليوس قيصر مع إمبراطورية الإسكندر في وفاته. في إيه هما الاتنين التشابه؟ طبعا كانت إن هما الاتنين اتقسمت الإمبراطورية بتاعتهم بين القوات. أثناء حكم يوليوس قيصر لروما اتسمت العلاقات بين روما والبطالمة. طبعا دي كانت المرحلة التانية، التدخل السياسي. تقدمت التجارة في مصر خلال عصر الرومان نتيجة طبعا الاهتمام بموانئ البحر المتوسط. اهتم الرومان بتأمين وجودهم في مصر من خطر الأعداء عن طريق طبعا وضع حاميات عسكرية. استخدم الرومان في المراسلات بين الحاميات العسكرية في مصر اللي هي الجيش اللغة اللاتينية.
استنتج العلاقة بين كليوباترا وطبيعة العلاقة بين أنطونيوس وأكتافيوس. هنقول حيث أدى زواج أنطونيوس من كليوباترا السبعة وإهداء لها ولأبنائها بعض الأقاليم التي فتحها في الشرق واحتفاله بانتصاراته في مصر وليس في روما إلى توتر العلاقات بين أنطونيوس وأكتافيوس، مما أدى إلى وقوع معركة أكتيوم البحرية طبعا عام 30 قبل الميلاد. دلل على صحة العبارة التالية: ظهر تحيز الرومان للإغريق في الجوانب الإدارية. هنقول حيث استخدم الرومان اللغة اليونانية اللي هي لغة الإغريق كلغة رسمية للبلاد. ما رأيك في العبارة التالية؟ كانت الزراعة في مصر سببا في استقرار الحكم الروماني. طبعا ما رأيك يبقى هتقول أوافق ولا لا أوافق. تمام، وبنقول ليه. حيث استغلت روما زراعة القمح في مصر والتزود بها لصالحهم، وذلك لتوزيعه على سكان روما كسبا لتأييدهم، وطبعا ده خلاهم مفيش ثورات، مما كان سببا في استقرار الحكم الروماني في روما. ما تقييمك لمصداقية العبارة؟ ظلت العلاقات بين روما والبطالمة في مصر على وتيرة واحدة، طبعا عبارة غير صادقة. استمرت العلاقة بين روما ومصر بثلاث مراحل: 1. علاقة ود وتبادل تجاري. 2. فرض الحماية. 3. تدخل سياسي واحتلال عسكري عام 30 قبل الميلاد. وبكده نبقى خلصنا التدريبات بتاعتنا. لو لسه بتشوفوني لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك وكمان كومنت جميل، ولو لسه أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا إشعارات بالفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.